تعالوا نعمل مع بعض افكار للسندوتشات اللانش بوكس للاولاد، سهله وسريعه وبسيطه. بصوا حبايب قلبي، اول فكره معانا هنا عيش فينو وجبنا مربى فراوله كده، وبدانا نحشي بيها السندوتشات بتاعتنا. طبعا مش شرط انك انت تحشي مربى فراوله، ممكن تجيبي مربى تين، اي نوع مربى موجوده عندك احشي بيها السندوتشات بتاعتك. طبعا السندوتشات بتاعتنا ليها افكار كتير، واللانش بوكسات ليها افكار كتير، فحاولي انك انت تبدعي في الافكار، وكمان تحشي للاولادك بيحبوه واللي بياكلوه. تمام، ان شاء الله انا النهارده هعمل لكم فكرتين حلوين وسهلين، وكمان حاجه سريعه وبسيطه واي حد يقدر يعملها في البيت، وموجوده في اي بيت في اي بيت عندنا. تمام، هنا حشيت جبنه، طبعا اي نوع جبنه موجود عندك. انا حشيت جبنه فيتا عادي جدا، وبدات كده اجيب اللانش بوكس واحط فيه السندوتشات بتاعتي. طبعا على حسب زي ما قلت لكم، على حسب الاولاد كم ولد او كم فرد معاكم في البيت، بتبداوا كده تحشوا اللانش بوكس. انا بديكم فكره بس بسيطه، وانتوا تحاولوا انكم انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه. تمام، اي نوع عصير برضو موجود عندك في البيت او جايباه من السوبر ماركت، حطوه لهم كده، وقطعي لهم برضو جنب السندوتشات خيار، قطعي لهم اي نوع، حمري لهم بطاطس برضو. ان شاء الله هعمل لكم برضو افكار حلوه جدا لللانش بوكس. احنا اول فكره عملناها حشينا مربى وحشينا جبنه، قطعنا شويه خيار كده، وحطينا برضو عصير موجود عندك في البيت، اعملي لهم عصير جوافه، اعملي لهم عصير مانجا. طبعا المانجا دلوقتي كتير والجوافه كتير، حاولوا انكم انتوا تبدعوا برضو في العصاير لو انتوا مش حابين تشتروها من بره. تمام، بس انا بجيب لكم فكره كده سريعه، بس ان شاء الله هعمل لكم برضو عصاير في البيت، هنعملها ان شاء الله في البيت وبدون اي مواد حافظه وبدون اي تكلفه خالص ان شاء الله. تمام، دي كانت اول فكره معايا من سندوتشات اللانش بوكس. تمام، زي ما قلت لكم لو مش حابين انكم انتوا تقطعوا خيار، ممكن تحطوا شويه فلفل الوان كده، تقطعوهم كده جوليان او يعني مكعبات، اي حاجه موجوده عندك اولادك بيحبوها حطيها جنب السندوتشات. نحاول نعمل لهم كده الحاجة الصحية كمان اللي فيها غذاء للأولاد. تمام، خلاص دي كانت أول فكرة معانا، اللي هو السندوتشات الجبنة والمربى، وباكل عصير كده، أو ممكن زي ما قلت لكم تعملوا عصير في البيت. خلاص دي كانت أول فكرة معانا. هنعمل دلوقتي إن شاء الله تاني فكرة، وأنا إن شاء الله هعمل لكم أفكار كتير جاية بإذن الله لللانش بوكس، بإذن الله سهلة وبسيطة وسريعة، مش هتاخد معاكم وقت خالص خالص خالص. تمام كده، وممكن كمان تستبدلوا الجبنه الفيتا بجبنه براميلي، بجبنه اسطنبولي، اي نوع جبنه عندك انتوا بتفضلوه بتحبوه واولادك بيحبوه اعملوه لهم. طبعا انا زي ما قلت لكم، بصوا ما شاء الله، احنا طبعا بنعمل افكار فلسه المدارس شويه عليها. بصوا انا دقت السندوتش جميل جدا جدا ومغذي جدا وحلو جدا جدا. هنا زي ما قلت لكم الجبنه حطينا عليها الخيار كده، ممكن تحط لهم الخيار اثناء وانت ما بتحشي، وممكن تحطوه لهم كده في اللانش بوكس على طول، وهم يبداوا كده ينقنقوا كده وياكلوا مع السندوتش. تمام، سهل وسريع وبسيط وحلو جدا وطعمه حلو جدا. طبعا حاجه خفيفه وحاجه صحيه. تمام، ان شاء الله هعمل لكم افكار حلوه جدا جدا زي ما قلت لكم، سهله وسريعه وموجوده في كل بيت، اي حد يقدر يعملها في البيت بدون اي تكلفه وبدون اي يعني افتكاسات خالص. طبعا دي السندوتشات اللي احنا كنا متعودين عليها وكنا زمان بناخدها معانا المدرسه. تمام، دي كانت اول فكره. تاني فكره معانا هنا جبنا عملنا بيض اومليت عادي جدا، وجبنا عيش توست. بدأنا نجيب كده العيش توست وحطينا البيض عليها. هنجيب دلوقتي جرجير او خس او كابوتشي او اي حاجه موجوده عندك، وابدأي كده زي ما قلت لك اللي انتوا بتحبوه بتفضلوه حطيه في السندوتش بتاع الاولاد. تمام، انا هنا حطيت كده جرجير، ممكن على فكره تضيفي بطاطس عليها كاتشب، ممكن اي حاجه، جبنه شيدر، جبنه رومي، اي حاجه تحطيها على البيض مع الكابوتشي او مع الجرجير. تمام، انا عملت هنا جرجير مع بيض، ممكن كمان نعمل برضو نوتيلا جنبنا برضو جنب السندوتش كده. تمام، انا جبت برضو هنا عيش توست، وبدأت كده احشي السندوتش بتاعي كده نوتيلا
على فكره حلو وسهل وبسيط جدا جدا، والاولاد طبعا يعني بيعشقوا النوتيلا وكلنا الكبار بنعشقها، بس الاولاد هيفرحوا جدا وهياكلوا السندوتشات وهيجوا من غير اللانش بوكس ان شاء الله، هيكونوا مفضيينه باذن الله واكلينه بالف هنا وشفا. خلاص كده بصوا انا حشيت كده هنا النوتيلا اهو بالشكل ده. طبعا لو حابه تحشي برضو الحاجه اللي انت بتفضليها وبتحبيها واولادك بيحبوها اعمليها، بس اكيد مفيش يعني اختلاف، كل الاولاد بيعشقوا النوتيلا. تمام خلاص كده هقسم انا السندوتشات بتاعتي، بس انا هجيب هنا استرتش راب وهبدا احط السندوتش بتاع البيض بتاعنا في الاسترتش راب كده، وابدا نشوف هنعمل ايه مع بعضين. تمام انا هنا جبت الاسترتش راب كده وفردته وهبدا احط عليه السندوتش بتاعي اهو بالشكل ده. بتغلفيه عادي جدا وتحطيه في اللانش بوكس وهو متغلف، بس ان شاء الله هقسمه دلوقتي معاكم وقبل ما يعني قبل ما نحطه في اللانش بوكس. تمام كده اهو بالشكل ده. خلاص هجيب السكينه كده وهبدا اقسمه كده مثلث علشان يبقى شكله حلو، اوريكم قد ايه ان هو شكله حلو وجميل جدا جدا. كمان اضافه برده الجبنه الشيدر عليه بتبقى جميله جدا جدا. ان شاء الله هعمل لكم برده اليومين اللي جايين حاجات كده بالجبنه الشيدر وافكار هتعجبكم جدا جدا. تمام كده اهو بالشكل ده. بصوا ما شاء الله شكله جميل، البيض مع الجرجير حاجه جميله. كمان لو ضفتي اي حاجه حمراء معاه بتبقى حلوه جدا جدا. ان شاء الله هنضيف كاتشب وهنضيف حاجات حلوه، بس هنكون عاملين كاتشب ان شاء الله في البيت. تمام اهو ان شاء الله انا هعمل لكم زي ما قلت لكم حاجات في البيت بدون اي تكلفه وبدون اي مواد حافظه وصحيه للاولاد، علشان بس ما تقلقوش من الناس اللي بتقلق بتشتري حاجه من بره. تمام هنا برضو قسمنا الساندوتش او التوست بتاعنا اللي محشي نوتيلا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا ما شاء الله اذا حابين تخلوه كده براحتكم. انا كان اللانش بوكس هنا بتاعي صغير، فبحاول ان انا يعني بقدر الامكان ان انا اعمل حاجات صغيره. تمام هنا طبعا ممكن تضيفي مع السندوتشات بتاعتك فاكهه، اي نوع فاكهه موجود عندك سواء موز او تفاح جوافه، شويه عنب تغسليهم حلو كده وتفرفطيهم كده وتشيلي منهم كده العروق بتاعتها او العنقود بتاعه كده وتحطيهم كده متفرفطين في اللانش بوكس. يعني حاجات سهله وبسيطه وصحيه برضو زي ما قلت لكم، بتبقى جميله جدا وحلوه جدا جدا. بصوا ما شاء الله تحفه بجد جميله جدا. لازم تجربوا الافكار دي يا جماعه، سهله وبسيطه وكمان اي حد يقدر يعملها في البيت ومش مكلفه خالص خالص خالص. لو حابين تستغنوا عن النوتيلا استغنوا عنها عادي تماما، يعني ما فيهاش اي مشكله، وحطي بدلها اي حاجه. خلاص طبعا زي ما قلت لكم طبعا التفاح بس هو بيسود شويه بيتاكسد مع الهواء، فان كنتوا تحاولوا ان كنتوا تعصروا عليه عصره نص ليمونه بسيطه كده نقطتين كده، علشان ان شاء الله هعملها لكم باذن الله عشان ما نسبقش بس الاحداث، وان شاء الله هعملها لكم. بصوا ما شاء الله السندوتشات بتاعتنا جميله جدا 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 حلوه يا جماعه، لازم تجربوها. افكار حلوه وسهله وبسيطه وسريعه، مش بتاخد وقت خالص. يعني هتصحي الصبح هتكون الاولاد بيلبسوا كده وهتعمليهم وانتي واقفه، مش هياخدوا معاكي وقت خالص. تمام لو عجبكم الافكار بتاعتي وحابين ان كنتوا اعمل لكم افكار تانية يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وتحطوا اللايك، ولو مش مشتركه في القناه تنزلي بسرعه تشتركي في القناه، وان شاء الله تجربوا وصفاتي وتعجبكم. وزي ما قلت لكم لو حابين الافكار اكتبوا لي وانا اعمل لكم افكار كتير ان شاء الله. المدارس خلاص على الابواب، كل سنه وحضراتكم طيبين. جربوا وصفه النهارده واشوفكم على خير فيديو جديد في رعايه الله. مع السلامه، باي باي.